تايه. انا كمان تايه. انا كمان كنت بصحى من النوم مش طايق نفسي، ومش لاقي حد فاهمني، وشايف ان كل الكوكب ده ما بيفهمش، ومحدش فيهم حاسس بيا، و... وانا بس اللي يا جدعان سيبوني في همي، سيبوني في اللي انا بعمله. بس كبرت بقى وفهمت ان دي كانت فترة مراهقة، وان دي كانت فترة كنت بتعلم منها، و... وان كلنا لازم نمر بالمرحلة دي. على فكرة ده طبيعي جدا، طبيعي ان انت تمر بالمرحلة دي، طبيعي ده يحصل لك. فعادي يعني. مرة كنت في انترفيو، وفي حد جه سألني، قال لي انت مين وبتعمل ايه؟ قال لي عرفني ايه هي نقط ضعفك وايه هي نقط قوتك. ساعتها في الوقت ده انا معرفتش ارد عليه، اللي هو فعلا انا مين ولا بعمل ايه؟ يعني ايه كان دوري في الموضوع؟ ايه هي نقاط ضعفي وايه هي نقاط قوتي؟ يعني كل الاسئله دي ما كانتش مضايقاني عشان هي كانت صعبه، او انا ما كنتش عارف ارد عليها عشان هي كانت صعبه. بس كل الموضوع كان ان انا فعلا انا مين، و انا مش عارف نفسي. يعني انا واحد لسه بكتشف نفسي، لسه بتعلم. لازم تعدي بتجارب كتير عشان تبدأ تعرف انت مين وايه الحاجة اللي انت محتاجها، وايه الطريقة ولا الشغل اللي انت محتاج تشتغل فيه، وايه الطريقة اللي انت محتاجها عشان توصل للحاجة اللي انت عايزها. فلازم انت تقعد تجرب كتير، تعدي بكذا حاجة. انا ما عنديش ميول للشغل ده، بس عندي ميول لحاجة تانية. يعني واحد مثلا ممكن بيكون بيحب يقف قدام الكاميرا، وان هو يجهز السيت اب وهكذا عشان دي حاجة بتحبها. واحد تاني بي الكاميرا والشغل ده بالنسبة له ده شغله هو زهقان منه وخلاص مش عايز يكمل فيه. فانت لازم تجرب كتير قوي في حياتك، وتعدي بكل التجارب عشان تبدأ تعرف انت محتاج ايه، انت ايه ميولك للحاجة دي، انت شايف نفسك فين. وكل الأسئلة اللي كانت بتيجي او اللي الواحد بيسألها لنفسه، اللي هو انا مين، يعني انا تايه، انا مش عارف، انا ضايع. وده على فكرة حال ناس كتير قوي من الشباب المراهقين والشباب اللي في ثانوي، و... وطريقة تفكيرهم. وطبعا بسبب اللي احنا بنمر بيه، والتليفون وحاجات كتير هي اللي مخليانا بنفكر التفكير ده، خلينا حاسين ان احنا ضايعين وتايهين ومش لاقيين حاجة نعملها، او احنا مش عارفين نفسنا، مش عارفين نكتشف نفسنا. فلازم تجرب، لازم تعيش حياة بكل الطرق، لازم تعيش حياتك بكل الطرق، تجرب كتير، تعلم، تغلط، تتعلم. واحنا حياتنا البني ادم مش فاشل. انت مش شرط ان في واحد عنده 20 سنة بقى معاه مليون جنيه، فانت لازم تحط ضغط على نفسك ازاي انا مش معايا مليون جنيه فانا عندي 20 سنة. ده مش المعدل الطبيعي. المعدل الطبيعي ان انت شاب في 20 سنة كان عندك 6 سنين طفولة، يمكن 6 12 كمان طفولة، يعني دخلت الطفولة وابتدائي، كان مرحلة الطفولة. فأكيد أنت هتلحق تعمل إمتى كل الكلام ده يعني؟ وعندك الشوية التانيين مراهق ما بتعملش أي حاجة. عندك الشوية التانيين أنت مراهق يعني، لسه بتبني شخصيتك، بتكتشف الحياة، تشوفها ماشية إزاي. فأكيد أنت عمرك ما يبقى عندك 20 سنة وأنت عامل 20 مليون جنيه و20 مليون دولار انت موجود عشان تعيش الفترة دي، وتتعلم التجارب اللي انت عايشها، وكل حاجة هتمر بيك هي دي اللي بتبني شخصيتك. يعني في الفترة دي كل حاجة هتمر بيها هي دي اللي بتبني شخصيتك، هي دي اللي بتعلمك. فما تستسلمش، وحاول تفهم اللي حواليك، حاول تفهم نفسك. اعرف ان اللي بيتوه بيتعلم، و... واللي بيقع بيقوم. يعني واللي بيتوه بيكتشف نفسه. المهم ان انت تعمل اللي عليك يعني، وتجرب، وتعيش حياتك، تمر بتجارب كتير. مدى التجارب اللي انت هتمر بيها مدى ما هيبقى مدى تعلمك، مدى اكتشافك لنفسك. انا ايه اللي محتاجه، انا لقيت نفسي فين، ايه المكان اللي انا الاقي نفسي فيه.